سأكون دائما في هذا المسار والغيب لا يعلمه إلا الله. واش فايت لك تخيلتي غيجي النهار اللي ما غيبقاش فيه فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية ديال كرة القدم، الاسم اللي ارتبط بأكبر إنجازات الكرة المغربية لأكثر من 10 سنوات، من تطوير البنية التحتية إلى إنجاز قطر 2022 إلى الفوز بملف ديال كأس العالم 2030. اليوم كاين واحد النقاش كبير في المغرب حول مستقبل فوزي القجع، خصوصا من بعد الحديث عن دخوله لغمار السياسة واللي غادي تكون من باب الأصالة والمعاصرة. ومع هذا النقاش برز الاسم ديال حسين خرجة كواحد من أبرز الأسماء لخلافة فوزي القجع في رئاسة الجامعة. ولكن السؤال الحقيقي ماشي هو واش غيمشي فوزي القجع، السؤال هو إذا تغيرت الأسماء واش المشروع اللي بدل وجه الكرة المغربية غادي يستمر. خليك معايا حيت هذه القصه ماشي غير قصه كره القدم، هذه قصه ديال كيفاش المغرب انتقل من بلد كان كيحلم غير بالمنافسه. علاش حنا خويا غنبقاو ديما كنحلموا؟ علاش جيبوا لنا غير ولاد البطوله اسقاتلوا لنا بركه الى بلد ولا العالم كامل كيتعامل معاه كقوه كرويه حقيقيه. ونبداو على بركه الله. غير نرجعكم معايا ل10 سنين اللور قبل 2014 فين كان المنتخب المغربي كيتاهل بواحد الصعوبه واحيانا ما كيتاهلش اصلا، والجماهير كانت ديما كتعيش على داك الامل، ولكن الاغلبيه في الاخير كيكون الاحباط. ما كاينش ما عندناش اخوتي، نكونوا واقعيين. المغرب ما دار والو، المغرب اخويا شنو دار في المباراه؟ ما دار حتى شي حاجه. علاش حنا ديما نبقاو نحلموا؟ علاش شي نهار نقولوا عندنا منتخب غنعولوا عليه؟ علاش الجزائر عندها 22 لاعب كلها قويه، المغرب والو؟ وراه كاملين عشنا هذا الشيء هذا. البطوله الاحترافيه كانت بعيده كل البعد على ذاك المستوى اللي كانوا كيتمناوه المغاربه، والبنيه التحتيه ما كانش بداك الشكل اللي كيليق بواحد البلد اللي كيعشق كره القدم وشغوف بهذه الرياضه هذه. ووسط هذه الظروف هذه غادي يبان واحد الاسم ديال فوزي القجع. الغريب ان فوزي القجع ما كانش شي لاعب كره مشهور ولا مدرب ولا حتى شي نجم عالمي. الرجل جا من العالم ديال الاقتصاد والماليه واشتغل داخل وزاره الاقتصاد والماليه، وكان معروف بالانضباط والقدره على تدبير الملفات المعقده. لكن قبل الجامعه كان عنده واحد الاختبار حقيقي، نهضه بركان. هناك فين بداو الناس كيلاحظوا ان هذا الرجل هذا ماشي عادي وما كيهضرش بزاف، ولكن النتائج اللي كانت كتهضر عليه. النادي اللي كان شاد ولا اكثر استقرارا وتنظيما، والمشروع ديالهم بدا كيكبر عام على عام. ومن هنا الانظار كامله ولات كتتجه للاسم ديال فوزي القجع. عام 2014 تم انتخاب فوزي القجع كرئيس للجامعه الملكيه لكره القدم، فين كان خلف الرئيس السابق علي الفاسي الفهري رحمه الله. وبزاف ديال الناس وقتها تسائلوا شنو غادي يقدر يبدل كاع، ولكن من اول الشهور بان ان الرجل ما جاش باش يسير نهار بنهارو، ولكن كان كيشوف واحد المشروع اللي طويل المدى. والمفاجاه ان اول تركيز ما كانش على الفريق الاول، بالعكس كان على التكوين. لان القجع كان كيامن بواحد الفكره بسيطه، الا بغيتي واحد المنتخب قوي خاصك تصنع كره القدم قويه. وبدا الاستثمار في الفئات السنيه، مراكز التكوين، المدربين، الحكام، الطب الرياضي. كان باغي يبني المنظومه من الجذور ديالها وما كانش كيقلب على دوك النتائج السريعه. واكبر رمز كان لهذه الرؤيه هو مركب محمد السادس لكره القدم. هذا المركز هذا اللي ماشي غير مركز تدريب، هو مدينه كرويه بمواصفات عالميه، ولا كيجذب حتى منتخبات وانديه اجنبيه باش دير فيه المعسكرات ديالها. هنا العالم بدا كيشوف في المغرب بطريقه مختلفه. ومن بعد جات سنه 2022 فين غيولي الاستثمار ديال كاع دوك المجهودات اللي دازوا من قبل هذا كاس العالم. الاغلبيه ديال المغاربه كانوا كيتمناو غير يتجاوزوا الدور الاول كيف ما مولفين. علاش حنا خويا غنبقاو ديما كنحلموا؟ علاش جيبوا لنا غير ولاد البطوله اسقاتلوا لنا بركه؟ حيت ما عمرنا فتناه. لكن داخل المنتخب كان كاين حلم كبر. المغرب قدر يتجاوز بلجيكا وقصى اسبانيا والبرتغال، ووصل لنصف نهائي كاس العالم كاول بلد عربي وافريقي كيحقق هذا الانجاز. صحيح ان اللاعبين ووليد الركراكي كانوا هما ابطال في الملعب، ولكن المشروع اللي تخدم سنوات كان حاضر بقوه. الانجاز ما تولدش في ذاك الشهر، بل عبر سنوات من التخطيط. ومن بعد مونديال قطر تبدلت صوره المغرب عالميا. الفيفا والكاف والاعلام الدولي بداو يتعاملوا مع المغرب كمرجع كروي حقيقي، وما بقاش غير منتخب مفاجاه. وكاين جزء كبير من القصه ما كيبانش في التلفازه، خاصه المعارك اللي كتوقع وسط المكاتب داخل اجتماعات الكاف والفيفا. كان اسم فوزي القجع حاضر بقوه، وكان كيدافع على مصالح الكره المغربيه وحضور المغرب داخل مراكز القرار. ومن هنا وصلنا للحلم اللي عاشوا عليه اجيال، تنظيم كأس العالم. المغرب راه حاول 5 المرات من قبل، سنة 1994 وفي 98 وفي 2006 2010 وحتى 2026، وكل مرة كان الحلم كيتأجل. لكن في 2023 الحلم تحقق. أخيرا المغرب غينظم كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال. هذه اللحظة ما كانتش غير انتصار رياضي،
كانت رساله للعالم بان المغرب ولا من الدول اللي كتحظى بالثقه ديال تنظيم اكبر حدث رياضي على وجه الارض. ووسط هذا النقاش على مستقبل فوزي القجع غادي يبرز واحد الاسم بقوه، وهو القائد السابق للمنتخب المغربي الحسين خرجه. تزاد في فرنسا وكان ممكن انه يلعب مع منتخب واحد اخر، ولكن فضل انه يلعب مع المغرب واختار يحمل القميص ديالو. لعب لسنوات طويله مع المنتخب الوطني وحمل الشاره ديال القياده، وكان معروف بالشخصيه القويه ديالو والقتاليه داخل الملعب. احترف في ايطاليا، فرنسا وحتى انجلترا، ولعب مع انديه كبيره بحال روما، بحال انتر ميلانو، فيورنتينا وجانوفا. هاد التجارب هادو خلات عنده واحد المعرفه بكيفاش كتصدر الانديه والمؤسسات العالميه الكبرى. ولكن هنا خصنا نكونوا واقعيين، لعاب كبير راه ما كتعنيش انه غيكون واحد الرئيس اللي ناجح. رئاسه الجامعه كتحتاج رؤيه، تفاوض، تدبير ازمات وعلاقات قويه داخل الكاف والفيفا، بالاضافه الى القدره على العمل مع الدول والانديه والمدربين واللاعبين وكل شيء في دقه واحده. هادشي علاش الاسم ديال الحسين خرجه مطروح بقوه، حيت كيف ما كنعرفوا جميع وكيف ما شفنا جميع ديما كنشوفوه في الاحداث الكرويه المغربيه والاحداث العالميه، وديما كيكون حاضر حدا القجع. هادشي اللي خلى الاغلبيه يشوفوه انه هو الخليفه ديال فوزي القجع، ولكن الحكم الحقيقي غادي نخليوه للمستقبل، وهو اللي غادي تكشفوا لنا الايام الجايه. الحديث على دخول فوزي القجع لعالم السياسه فتح واحد الباب كبير ديال التساؤلات. كاين اللي كيشوف ان النجاح ديالو الرياضي ممكن انه يترجم لواحد النجاح سياسي، وكاين اللي كيعتبر ان التسيير ديال كره القدم والشأن الرياضي مختلف تماما على التسيير ديال الشأن العام. ولكن لحدود الساعه ما كاين حتى شي اعلان رسمي كيأكد مغادره فوزي القجع للجامعه الملكيه، وبالتالي هذا الشيء كامل اللي كيتم التداول ديالو كيبقى مجرد فرضيات وداخل غير في اطار التحليل والتوقعات. ولكن السؤال الحقيقي ماشي هو واش القجع غادي يبقى او لا غادي يمشي، حيت بطبيعه الحال راه غيجي واحد النهار اللي غادي يمشي فيه فوزي القجع، ولكن الجامعه غادي تستمر. السؤال الحقيقي هو واش هذا المشروع اللي استثمر فيه هاد الاعوام كامله وهاد الفلوس كامله غيولي مشروع مؤسسات يقدر يستمر حتى ولو تبدلت الاسماء؟ واذا كانت الاجابه هي نعم، فهذا ربما يكون اكبر انجاز ديالو. اليوم المغرب ما بقاش كيحلم بالمنافسه، المغرب ولا كينافس على الالقاب وعلى تنظيم اكبر البطولات وعلى المكان ديالو من بين الكبار في العالم. يمكن نختلفوا حول الاسماء او حول القرارات او حول المستقبل السياسي ديال فوزي القجع، ولكن صعيب نختلفوا على حاجه واحده: الكره المغربيه ما بقاتش هي نفسها ديال هذه 10 سنين. اذا كانت هذه المرحله كتقرب النهايه، فالسؤال الحقيقي ماشي شكون اللي غادي يجلس فوق ذاك الكرسي، ولكن السؤال الحقيقي واش المشروع اللي خلى الملايين ديال المغاربه يحلموا غادي يستمر. ودابا جا الدور ديالكم، بغيتكم تكتبوا لي في التعاليق واش بصح الا تخلى فوزي القجع على الرئاسه ديال الجامعه الملكيه المغربيه شكون كتشوفوه الشخص الانسب لهذا المشروع هذا؟ واش بصح الحسين خرجه ولا عندكم شي اسم اخر؟ وهنا غيكون سالا الفيديو ديالنا، وكيف العاده ما تنساش ديك لايك وفولو وفعل داك الجرس باش يوصلك كل جديد ديالنا، لان الفيديو الجاي غيكونوا فيه ملفات اكبر وكواليس اكثر. كان معكم علي ونتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم.